السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل القرص الفلاحي، ولكن المرة دي بقى هنعملها مشبعة جدا تنفع لمرضى السكر وكمان الدايت. تعالوا ازاي هنشوف نعملها بشكلها الهايل ده، وهنقدر ناكل القرص الفلاحي حتى لو عاملين دايت. تعالوا نشوف الوصفة وكمان نشوف المكونات. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت لوصفتي النهاردة كوباية من الزبادي. الزبادي ده كان لبن موجود عندي في التلاجة وتحول زبادي أو لبن رايب. تقدروا تستخدموا 3 كوبايات زبادي من الصغيرين، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، تقريبا كيس خميرة فورية، وكمان معلقة كبيرة من عسل النحل. تقدروا تستبدلوها بسكر الدايت. هنقلب كل المكونات مع بعض عشان يمتزجوا ويختلطوا كويس ببعض. وبعد كده تعالوا بقى نضيف المكون الأساسي وهو الدقيق. هحتاج بالظبط 2 كوباية دقيق قمح كامل أو الدقيق الأسمر زي ما بيقولوا. كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، والملح المستخدم كان كوكس. وادي بقى نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ بقى نقلب المكونات كده كلها مع بعضها ونبسها ونعجنها واحدة واحدة لحد ما تبقى كتلة واحدة معايا. وبكده خلاص بقت قطعة عجينة، وهنختبرها بالإيد اللي احنا معجناش بيها علشان نشوفها. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي. تقدروا تستبدلوها بزيت زيتون، تقدروا تستبدلوها بأي مادة دهنية تانية. مش عايزين مفيش مشكلة، اختياري، ولكن بس هي هتطري العجينة شوية وتلمها أكتر معايا، وكمان هتخليها ناعمة. بصوا ازاي شكلها، وهو ده الشكل المطلوب. وهنسيب العجينة تختمر تقريبا نص ساعة لساعة إلا ربع في البرد ده، وهنغطيها في مكان مظلم ودافي. وبالظبط اختمرت العجينة عندي، وجهزت الصاج ممسوح مسحة زيت كده بمنديل. بصوا ازاي بقت هشة وخلاص اختمرت صح. تعالوا بقى نكورها أو نشكلها عشان نعمل القرص بتاعتي. وبكده أنا بكورها بطريقة بسيطة جدا على إيدي. تقدروا تكوروها زي ما عملناها قبل كده بالكوباية. أي طريقة سهلة جدا معاكي اشتغلي بيها. وهو ده حجم الكرة، تقريبا حجم الطماطماية الوسط. هو ده شكلها. هكمل باقي الصاج وأسيب مسافات علشان أبدأ أعمل القرص بتاعتي وأرجع لكم تاني. وبكده شكلت القرص بقى عندي وعملتها كرات، وبعد كده هبدأ أفردها على هيئة قرصة على السمك ده زي ما احنا شايفين. أول كرة بدأت إن أنا أشكلها هي دي اللي بدأت بيها في الفرد، لأنها بتكون ارتاحت كفاية. لو حسيتي إن هي لسه مرتاحتش ممكن نسيبها 5 دقايق علشان ما تلمش معاكي لما تيجي تفرديها. وهو ده حجم القرص اللي موجود. لو حابة تعمليها أكبر من كده مفيش مشكلة، بس شايفين هي دي بالظبط الكمية اللي عملتها 2 كوباية دقيق. وبعد كده بقى بالسكينة هنعمل خطوط طولية. لو عايزة تشكليها أي سكينة حامية، أي مشرط مستخدم للمطبخ تقدروا إن انتوا تستخدموها عشان بس نعمل الخطوط اللي بتبقى على الوش، وطبعا اختياري. ودي بقى الشوكة عشان نبدأ إن احنا نعمل كده فتحات، وفي نفس الوقت بيكون شكل جمالي جدا. انتي بقى والذوق بتاعك تقدري تشكليها بأي تشكيلة موجودة عندك عادي جدا. ونسيبها بقى تختمر كمان مرة ربع ساعة ونغطيها. وبعد مرور ربع ساعة هيكون هو ده شكلها. اختمرت صح، مكانها مظبوط جدا. وبعد كده احنا في الخطوة اللي احنا شكلنا فيها القرص دي كان الفرن متولع عندي على درجة حرارة 200 عشان يستقبل القرص. وبعد ما حطيت القرص بتاعتي في الفرن على درجة حرارة 200 بالظبط 10 دقايق ل 12 دقيقة هيكون ده شكلها، ورشة مية بالبخاخة. وبعد كده الخطوة دي مهمة جدا. غطيتها بأكياس تلاجة كده، كيس التلاجة أنا فتحته وبعد كده غطيتها علشان تبدأ إن هي تكون طرية وما دخلش أي هواء. الخطوة دي مهمة جدا، وهنغطيها 10 دقايق وتعالوا نشوف شكلها مرة تانية. وبعد 10 دقايق هتلاقوا أحلى قرص فلاحي مشبعة دايت، حاجة كده ولا أروع. تعالوا نشوف التسوية بتاعتها، ذهبية جدا، استوت صح. كمان الوش بصوا ازاي طري، هشة قطنية، مفرغة من جوه، مش مكبوسة، حاجة بجد رائعة. وبكده زي ما قلتلكوا حتى لو بنعمل دايت نقدر ناكل القرص الفلاحي. بالمناسبة كمان تقدروا تضيفوا للعجينة معلقة قشطة إذا حابين.
مش هتزود قوي في الوزن ما تقلقوش. وهو ده شكل القرص الفلاحي بتاعتي المشبعة. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.